السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان منورين جميعا. صباح الخير، أو يمكن صباح مختلف شوية. عارفين، أوقات كتير بنصحى الصبح وإحنا فاكرين إن اليوم شبه اللي قبله، نفس الشوارع، نفس الوجوه، نفس الروتين. بس الحقيقة إحنا كل يوم بنصحى بنسخة مختلفة مننا، حتى لو مش واخدين بالنا. يمكن كلمة سمعناها امبارح غيرتنا، يمكن موقف صغير خلى قلبنا أهدى، ويمكن شخص واحد بس دخل حياتنا صدفة وطلع سايب جوانا أثر أكبر من سنين كاملة. الغريب بقى إن مش كل الناس اللي بتغيرنا بتكمل معانا. في ناس حضورها كان قصير جدا، لكن بعد ما مشيت فضل صوتها في دماغنا، فضلت طريقتها، فضل أثرها. يمكن علمونا حاجة، يمكن كسروا جوانا حاجة، ويمكن أنقذونا من نفس قديمة إحنا ما كناش عارفين نخرج منها. وعلشان كده حلقة النهاردة مش عن الفراق ولا عن الحنين بس، حلقة النهاردة عن الناس اللي جت وما كملتش، رغم كده غيرتنا للأبد. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. إحنا طول عمرنا بنقيس العلاقات بالغلط، نسأل مين كمل، مين فضل، مين ما سابش، ومين ساب. لكن عمرنا ما سألنا مين غيرنا. في ناس قعدت سنين في حياتنا وما سابتش جوه روحنا أي حاجة، وفي ناس عدت مرور خفيف جدا بس بعدهم بقينا ناس تانية. يمكن شخص عرفك قيمتك لأول مرة، يمكن حد خلاك تعرف يعني إيه أمان، أو العكس، يمكن موقف واحد خلاك تنضج 10 سنين مرة واحدة. ويمكن أصعب حاجة إن بعض الناس بيكون دورها في حياتنا مش إنها تكمل، لكن إنها تصحينا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. أوقات الوجع ما بيجيش علشان يكسرك، بيجي علشان يعرفك انت كنت مستحمل ايه. عارف الإحساس لما تبص لنفسك بعد فترة وتقول أنا مش الشخص اللي كنت عليه؟ مش علشان العمر بس، لأ، علشان الناس. كل واحد قابلناه ساب جوانا جزء منه، في اللي علمنا بقى نضحك، وفي اللي علمنا نسكت، في اللي طمن قلبنا، وفي اللي خلى عندنا خوف من الخذلان. بس مهما كانت التفاصيل، الحقيقة الوحيدة الثابتة إن مفيش حد بيعدي على روح حد ويمشي من غير ما يسيب علامة. حتى الأماكن، حتى الشغل، حتى الأيام الصعبة. أوقات مكان كامل كنا فاكرينه الأمان يطلع مجرد مرحلة علشان يسلمنا لطريق تاني خالص. ويمكن وقتها بس نفهم إن النهاية ما كانتش نهاية قد ما كانت تحويلة. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك، سهرانة من وجدي بناجي خيالك من قدك، وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك. إحنا ما تغيرناش فجأة،
احنا بنتكون من أثر كل حاجة قابلناها، وعلشان كده ما تزعلش قوي من اللي مشي. مش كل اللي مشي بيختفي من حياتك يبقى كان شر. في ناس وجودها كان رسالة، وفي ناس كانت درس، وفي ناس كانت رحمة مؤقتة ربنا بعتها في وقت معين علشان تسندك وبعدها تمشي. ويمكن النضج الحقيقي إنك تبطل تسأل ليه ما كملوش، وتبدأ تسأل هم غيروا فيا ايه. لأن يمكن دي كانت مهمتهم من البداية. ولو في حد لسه سايب أثر جواك لحد النهاردة، ما تحاولش تمسحه حتى لو النهاية كانت موجعة. يكفي إنه في يوم خلاك تشوف الدنيا بشكل مختلف. يمكن بعض الناس ما جاتش علشان تفضل، يمكن جم بس علشان يغيرونا. كنت معاكم أنا محمد سعد، وده كان راديو عالم تفرج. صباحكم أخف، صباحكم أهدى. استنونا إن شاء الله في الحلقة الجاية يوم الخميس الجاي في نفس التوقيت الساعة 7 صباحا، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو